السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا الحمد لله جولة في معرض سويتك في الرواعي. زي ما انتم شايفين كده المعرض ما شاء الله في ماركات جديدة. مكن متعدد الإمكانيات ما شاء الله. في مثلا مكن زجزاج وكورديلا ومكن للزراير والعراوي. وفي ماركات جديدة زي الموف اللي فوق دي اللي هي الهيكاري دي بصراحة كانت عجباني أنا شخصيا جدا. طبعا سانسير طبعا. في سو باور وفي تيبيكال وفي ريتشارك وبريشس. وده مكن الجلود ده حاجة تانية بقى ما شاء الله. يعني هو إمكانياته جميلة جدا المكن ده بصراحة كل مكنة وليها إمكانياتها. فإن شاء الله بإذن الله معانا أستاذ محمد هيعرفنا على إمكانيات طبعا كل المكن الموجود في المعرض بإذن الله. وطبعا في آخر الفيديو هسيب لكم أرقام للتواصل مع المعرض لأي استفسار. اتفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركة سويتك، فرع الرواعي في العتبة. معانا أول حاجة مكنة خياطة موتور داخلي نص كمبيوتر ماركة بريشيوس. مكنة موتور داخلي فيها تحكم في السرعات، فيها تحكم في وضعية الإبرة، فيها كشاف على الغرزة. دي إمكانيات الموتور الداخلي. المكنة بتكون بضماننا وصيانتنا وتوكيلنا عليها ضمان سنتين إن شاء الله. تمام. دي أول موديل في البريشيوس اللي هو الموتور الداخلي. طبعا بيبقى في منها نص كمبيوتر بقص فتلة، بيبقى نفس الإمكانيات، بيزيد عليه إن هي بيبقى فيها قص فتلة فقط. وبيبقى في منها كمبيوتر كامل نفس الماركة، بيبقى نفس الموديل كده، الاختلاف بس ان يبقى فيه اوبشن زياده هنا اللي هو اوبشن قص الفتله، وبعد كده الكمبيوتر كامل اللي بيبقى فيه كل الاوبشنز بقى قص الفتله ورفع الدواسر الاوتوماتيك والفرماتوره الاوتوماتيك. تمام. ده بالنسبه للخياطه العاديه. بعد كده مثلا في حاجات بقى شغل اعلى شويه زي دي كده، دي اسمها سنجر او خياطه سحب مزدوج، خياطه سحب ثنائي للخامات التقيله وللتخانات والجلود والكلام ده. ممكن حضرتك تصور الغرزه من هنا. المكنه دي بيشتغل بيها اللي بيعمل خامات سميكه، اللي بيعمل شنط، اللي بيعمل فرش عربيات، اللي بيعمل اي حاجه فيها تخانه وفيها فتله قويه او فتله تخينه اللي هي بيتقال عليها 6 فتله او 9 فتله. متوفر منها كمبيوتر كامل اللي هو الموديل ده كمبيوتر كامل بتقص فتله اوتوماتيك وبترفع دواسر اوتوماتيك. ومتوفر منها برضو النص كمبيوتر اللي هو نفس الشغل بنفس الكفاءه بتاعه السحب القوي اللي هو السحب الثنائي، ولكن نص كمبيوتر، يعني تحكم سرعات ووضعيه ابره وكشاف فقط. تمام. وطبعا متوفر عندنا برضو الاوفرات بتاعه ماركه بريشيوس بدايه من الاربعه فتله والخمسه فتله. وده موديل برضو 4 فتله، بس ده موديل اقل شويه من الموديل ده، اختلاف موديلات. في ايه؟ بيبقى الاختلاف بس بتاعه ان الموديل الاعلى منه ده بيبقى سحبه في الشغل اعلى شويه، انما كشغل وككفاءه وكجوده يعتبر الاثنين واحد. ولكن هنا الموديل ده سحبه اعلى شويه لو هنشتغل في خامات مثلا بتحتاج سرعه او تمام. او الكلام ده. تمام. مثلا بعد كده عندنا منها برضو مكن الزجزاج. ده كل ده زجزاج ولا الاثنين دول؟ الاثنين دول زجزاج، بس الفرق ما بينهم ايه؟ دي اللي هي الزجزاج الموتور الداخلي نص كمبيوتر اللي هي بيتقال عليها موديل ال20 يو، اللي هي بتعمل معايا غرز الزجزاج العاديه خالص. وبتعمل معايا برضو خياطه عاديه. دي اللي هي الغرز بتاعتها الزجزاج والخياطه العاديه. دي بتبقى موتور داخلي وحمام زيت، لان اغلب الزجزاج الموديلات القديمه ما كانتش بتيجي حمام زيت، مش بتيجي زيت. تمام. بعد كده عندنا نفس المكنه برضو زجزاج، ولكن دي زجزاج كمبيوتر اشكال، بيبقى فيها 190 شكل زجزاج مختلفين. تمام. 190 شكل مختلفين. وطبعا بعد كده عندنا ومعاها خياطه برضو زي دي. بيبقى فيها شكل الخياطه. انت مع حضرتك 190 شكل تقدري تنوعي فيهم. تمام. دول اللي عليها دول عينه بسيطه جدا من الاشكال اللي فيها. أيوة. انا بقدر من الشاشه اجيب اي شكل واظبطه على الشغل بتاعي عادي. ده بالنسبه لمكن الزجزاج. مكنه زي دي كده، المكنه دي اسمها مكنه كورديلا. المكنه الكورديلا دي بيستخدمها بتوع الشنط وبتوع الشنط الجلد وبتوع الجلود والخامات السميكه، بيشتغلوا بيها عشان مثلا الملفات والدورانات الضيقه بتاعت الشنط الحريمي وشنط المدرسه والكلام ده، فبياخدوا المكنه دي. اللي شغال محافظ برضو بياخدها، اللي شغال حزام برضو بياخدها. كل الفكره ان هي بتبقى المكنه حره مش بلاطه، يقدر يشتغل عليها على المقفول وعلى المفتوح وعادي مفيش مشكله. تمام. تمام. ده بالنسبه لموديلات بريشيوس اللي متوفره حاليا. بعد كده طبعا عندنا مكنه الزراير ماركه ريتشارك.
الزراير دي ماركة ريد شارك، بيتقال عليها زراير موتور داخلي، يعني نص كمبيوتر 3 في 1، يعني بتعمل 3 حاجات. أيوة. بتعمل تركيب الزرار عادي، وبتعمل تركيب الزرار اللي هو الكروس اللي هو الاكس، خياطة الاكس مثلا، وبتعمل تركيب الزرار المقلوب اللي هو زرار البدلة الحريمي او البلطو الحريمي. أيوة. الزرار اللي بيبقى فيه علقة من تحت كده. بس بيبقى فيه ملحوظه ان انا بغير الكلابه اللي هنا لكلابه مقلوبه عشان تركب معايا الزرار المقلوب. تمام. طبعا هي الزراير والعراوي مختلفه شويه عن السناجر والاوفرات، هي نص كمبيوتر ولكن هي بتقص الفتله وبترفع دواس برضه. تمام، حلو. تمام. دي حته متفقين فيها يعني. تمام. ومميز برضو معايا هنا حاجه في المكنه دي عن بقيه الماركات التانية، ان المكنه نازله بحاجه هنا اسمها ستيب موتور، موتور زياده. ستيب موتور، موتور زياده في المكنه. ايوه. الموتور ده بيديني تحكم اعلى ودقه اعلى في المكنه، ان انا اقدر اتحكم في الغرز واقدر اتحكم في ارتفاع الدواسه المناسب ليا لخامتي ولشغلي. تمام. وبيديني ميزات اكتر. وطبعا دي برضو العراوي، مكنه العراوي من ماركه ريد شارك. نفس الماركه بتاعتنا برضو. ضماننا وصيانتنا وتوكيلنا وكل حاجه محترمه جدا. دي برضو بيبقى موتور داخلي بس بترفع الدواس وبتقص الفتله. تمام. وفيها برضو الميزات عن بقيه المكن دلوقتي، ان نازل فيها برضو حاجه اسمها ستيب موتور، موتور زياده زي ده كده، بيديني شويه تحكم اعلى في المكنه، تحكم في قص الفتله بتاع المكنه وتحكم في السكينه. يعني هنا في ميزه في المكنه دي، ان المكن العراوي القديم انا لما كنت باجي بعمل عروه كنت بجيب سكينه على قد مقاس العروه عشان تنزل العروه تفتحها مره واحده. لا انا هنا مش هغير سكاكين، انا هنا لو عملت عروه صغيره السكينه هتنزل مره واحده، عملت عروه كبيره السكينه هتنزل مرتين 3، عملت اكبر هتنزل اكتر. على حسب. هي دي الفكره. فدي ميزه برضو في المكنه دي، وتزود في الانتاج وتزود في الشغل. تمام. وطبعا برضو متوفر عندنا الاوفرات تاني ماركه تيبيكال. ماركه اللي كانت هناك اللي هناك كان بريشيوس. هنا ماركه تيبيكال. التيبيكال برضو موتور داخلي 4 فتله، الموديل اللي هو جي ان 700. ده موديل الاوفر في التيبيكال. برضو عندنا الاوفر كمبيوتر كامل. عندنا الاوفر الكمبيوتر كامل من سانسير. الاوفر دي اسمها موديل ار5. المكنه دي بتبقى كمبيوتر كامل، بتقص فتله اوتوماتيك وبترفع دواس اوتوماتيك ولكن بدون شفط هواء، لان اغلب مكن الاوفر بيبقى فيه شفط، ففي ناس كتير ما بتحتاجش الشفط بس بتحتاج قص الفتله والرفع، فالموديل ده مخصص ليها وموديل جميل جدا وسريع جدا. وبرده نفس الفكره متوفر عندنا اوفر موتور داخلي 4 فتله نص كمبيوتر ماركه سو باور. ماركه سو باور تبعنا برده تبع سانسير وتيبيكال، توكيل سويتك، ضمان 3 سنين. سانسير وتيبيكال وسو باور ضمان 3 سنين. وطبعا بقى معانا حاجه جديده ماركه هيكاري. معلش قبل ما نطلع فوق، الفرق بين بقى الماركات. الفرق بين الماركات ما يختلفش في حاجه في الشغل. ولكن هو مش على قد ما هو تنوع شويه. بمعنى كل ماركه مميزه في حته. بمعنى لو انا محتاج مكنه قويه ومكنه خشنه مثلا او عاليه او عافيه شويه، اسف يعني، هروح مثلا للتيبيكال. محتاج مكنه دي يعني اكترهم شده يعني في الشغل. مش معناها ان هي اقوى حاجه، بس انا بروح للمناسب ليا. بروح للمناسب ليا. انا واحد مثلا شغال ميلتونات، شغال جبردينات، شغال الكلام ده على حسب شغلي. على حسب شغلي. فطبعا محتاج المكنه تبقى قويه وخشنه معايا. تمام. لو شغال خامات خفيفه بيبقى المكن بيحتاج ان انا نعومه او سرعه في المكنه في الشغل. تمام. عكس مثلا لو انا شغال طرحه، شغال ملايه، شغال نقاب، شغال ايا كان الحاجات دي بتحتاج سرعه. تمام. فابتدي اتوجه مثلا لماركه زي ماركه سانسير. مش معنى كده ان سانسير مش هتشتغل معايا في الجبردين او الخامات اللي هي المنتونات او الكلام ده، ولكن هي كل ماركه بتبقى مميزه في حته اكتر. وطبعا الاهم من ده كله ان كل الماركات ضماننا وتوكيلنا وصيانتنا، قطع غيرها متوفره وصيانتها متوفره والحمد لله ما تقلقش. طيب تمام. لو جينا مثلا نقول نعومه وسرعه شويه هنبتدي نتجه للسانسير، وكذلك نفس الكلام برضو سو باور. تمام. لو جينا نطلع فوق هنا هنلاقي مكن الخياطه الكمبيوتر كامل، احدث حاجه في السوق عموما. ما شاء الله. في السوق عموما ماركه هيكاري. الهيكاري بتنزل عندنا بضمان 5 سنين. ما شاء الله. الهيكاري بيبقى فيها شويه مميزات عن المكن الثاني. اللي هو السنجر العادي. اللي هو السنجر العادي. هو طبعا متوفر منها حاليا كمبيوتر كامل بس. الكمبيوتر كامل هنا نازل معايا مميز. اولا ان هو حوض مقفول. الجديد بقى ان نازل حاجه هنا جنب العيار اسمها عجله دواره.
هي دي اللي هي اللي حضرتك قلت عليها دي الجديده في المكنه معايا. تظبط العيار اوتوماتيك. دي فكرتها في ايه؟ وانا بلضم المكنه بعد العيار بمشي على العجله الدواره. العجله الدواره دي بتقلل لي نسبه شد الخيط ب 80%، بمعنى ان انا مش هحتاج كتير ان انا افضل اقفل العيار او اظبط العيار او الكلام ده. ويقلل معايا الوروره والحاجات اللي بتبقى في الغرزه مش مظبوطه. تمام. ده بالنسبه للموديل ده. وطبعا امكانيات تانية كتير غير ان هو 3 مواتير. الحوض بتاعه بيبقى اوسع من اي مكنه عادي، 33 سم. فعلا. المكنه بتبقى 33 سم، فده يديكي حضرتك مساحه اكتر في الشغل. واحسن يعني. طبعا المكنه دي الوحيده في السوق اللي بتشتغل سرعه 5000 بثبات وقوه بدون اي اهتزاز ولا اي حاجه. وطبعا هنا ارتفاع الدواسه في المكن القديم احنا كنا بنفتح هنا عشان نقدر نظبط ارتفاع الدواسه على الخامه بتاعتنا. هنا مفيش الكلام ده. هنا انا من الشاشه بظبط ارتفاع الدواسه اللي انا عايزه على حسب الخامه اللي معايا والشغل اللي معايا. المكنه بتشتغل معايا على جميع انواع الاقمشه ايا كان، خفيف يعني تقيل ايا كان. في ارتفاع الدواسه اللي هنا ده بالنسبه للخامه ادخل الحاجه تحتها. في حد مثلا ممكن يبقى شغال خامه كثيفه شويه فالدواسه مش مساعداه او بتبقى ضغطه جامد على الشغل. فبيحتاج ان هو يرفع العمود. فبنضطر ان احنا نفتح الجزء ده ونرفع ضغط العمود شويه نخلي الدواسه ترفع. هنا لا، ده بقى تحكم من الشاشه على طول. طب جميل ما شاء الله. وطبعا اهم حاجه هي ميزه العجله الدواره دي في الشغل بتفرق جامد. تمام. وطبعا بعد كده ده موديل الاعلى منها شويه، نفس الامكانيات ولكن بيزيد عليه برضو ان العيار بتاعها بيبقى الكتروني. يعني اقدر اظبط العيار بتاعها. اللي هناك ده عادي. اللي هناك اللي هنا العيار عادي. الجديد معايا فيها العجله الدواره. هنا نفس الفكره. هنا عجله دواره. هنا عجله دواره وعيار الكتروني. العيار برضو بيتظبط من الشاشه اوتوماتيك. نفس فكره ارتفاع الدواسه. طب تمام ما شاء الله. الهيكاري طبعا بضمان 5 سنين. حاجه محترمه جدا وقويه جدا جدا. طبعا الاسعار مش بتبقى متغيره، فاحنا الاسعار متغيره فممكن مش يعني هنقول حاليا اسعار. مش هنقدر نقول اسعار. ممكن لو حد محتاج سعر يكلم حضرتك او يكلمنا على الخاص ونقول السعر اللي حضرتك عايزاه. خلاص تمام ان شاء الله. مش اتفضل حضرتك ده بقى مكان ايه ولا احنا عندنا هنا من ماركه بريشيوس برضو بتعمل تخصصات عاليه شويه، وهي كانت تركيز شويه في حته الناس بتوع شغل الجلود وشغل فرش العربيات وشغل الاحذيه. فنزل لهم كل الموديلات بدايه من المكنه الطويله اللي ورا هنا دي. المكنه دي اسمها مكنه زرافه. المكنه دي بيشتغل بيها اللي بيحتاج العمود الطويل ده عشان يقدر يشتغل بمساحه حره والدورانات والملفات الضيقه اللي بتاع جلد اللي بتاع شنطه اللي بتاع احذيه الكلام ده ناس كتير بتحتاجها. تمام. اللي هي مكنه الزرافه. هنا المكنه دي اسمها كوز 2 ابره سحب ثلاثي كمبيوتر كامل اشكال. المكنه دي طبعا نازله في كل الماركات. بيبقى بموتور عادي والمكنه بنفس الفكره، بس هي مطوره هنا شويه ان هي كمبيوتر كامل واشكال، والمكونات بتاعتها كمان الماني. فدي حاجه متخصصه شويه للي عايز يميز شغله وللمصانع اللي بتعمل شغل تصدير او شغل انتاج عالي قوي جدا. تمام ان شاء الله. هنا دي مكنه كوز بيتقال عليها مكنه كوز 2 ابره كمبيوتر كامل. دي لشغل خياطه الاحذيه والفندي، اللي هو الشغل خياطه وش الكوتشي مثلا هو ده الفندي. هو ده شغل خياطه الفندي. دي المكنه اللي بيحتاجوها. تمام. دي نفس الفكره برضو، كوز ابره واحده ولكن موتور داخلي مش كمبيوتر كامل زي ده. يعني في ناس بتحتاج منها ابره واحده وفي ناس بتحتاج ابرتين. يعني دي ابره واحده. دي ابره واحده ودي الابرتين. بس الابرتين كمبيوتر كامل. متوفر منها برضو ابره واحده كمبيوتر كامل. تمام. هنا دي برضو كوز 2 ابره سحب ثلاثي ولكن موتور داخلي لشغل فرش العربيات. يعني يعتبر نفس الفكره. فرش عربيات بس ولا اللي بيستخدمها اكتر حاجه فرش العربيات. اكتر حد بيستخدمها اللي بيشتغل في فرش العربيات شغل كرسي العربيه. عشان التخانات دي. عشان التخانات اولا وعشان الملفات والدورانات الضيقه. شغل خياطه كراسي العربيات مثلا في ملفات كبيره وصعبه. صح. طبعا. فمش هيعرف يجيبها على المكن العادي. دي برضو مكنه متخصصه شويه اسمها مكنه كورديلا مدفع 2 ابره. دي اول مره تنزل. كل الكورديلا اللي بتنزل زي اللي وريتها لحضرتك هناك بتنزل ابره واحده. والميزه كمان فيها ان هي كمبيوتر كامل موتور داخلي. تمام ان شاء الله. تمام. دي برضو مكنه اسمها سحب ثلاثي 2 ابره كمبيوتر كامل اشكال لفرش العربيات لشغل فرش العربيات. هي نفس فكره المكنه الكوز اللي قدام اللي شفناها ولكن دي بلاطه.
يعني يقدر يشتغل عليها الشغل على المفتوح العادي، التفتيح او التجميع او الكلام ده. تمام. هنا بيشتغل عليها شغل الملفات والدورانات الضيقه. اه. ده بالنسبه لكل التخصصات الجديده من بريشوس. طبعا هي الحاجات دي مميزه في حاجات لشغل التصنيع والانتاج العالي. طبعا ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله. دي مكوة تركي 2 لتر، ماركة مكوة. المكوة دي تصنيع تركي. بيبقى في منها كذا مقاس، بيبقى في منها اول مقاس اللي هو اللي حضرتك شايفاه ده 2 لتر، واللي اعلى منه 3.5 لتر، والاكبر حاجه 5 لتر. المكوة دي بتبقى بدون ترابيزه، بتبقى نفس الشغل كما هو كده. تمام. احنا واخدين منها على فكره. طبعا هنا دي مكنة خياطة شكاير. الناس اللي بتخيط الشكاير اللي بيقفل بيها الشكارة. ما شاء الله، يا ليها حاجه لوحدها. ليها مكنة لوحدها. ما شاء الله. وهنا دي اسمها مكنة شامبل او مكنة شامبليون. المكنة دي بتعمل 3 اشكال غرز كده، ممكن تيجي حضرتك تصوريهم. المكنة دي ملهاش شغل محدد على قد ما هي كانت بس في شغل بس ده معين دي كده. كأنها يعني هي غرزة مش عادية. غرزة مش عادية، هي كأن الغرزة شكل. فعلا. يعني اللي هي مليانة كده فيها. ايوه، هي نفس الفكرة كده. شبه الكروشيه. كان في كارديجان طلع كان بيتعمل عليه الغرزة دي في البداية. فعلا. هي المكنة دي اللي بتعمل الغرزة بتاعته. تمام ما شاء الله. تمام. دي مكنة تقطيع شريط، بتقطع شريط قطع صغيرة. ودي مكنة لف الخيط. المكنة دي بتلف خيط فقط، يعني لو انا معايا خيط عايز الفه على بكر، المكنة دي تلفه لي عادي. تمام. اتفضل. بالنسبة لمكابس الطباعة، احنا المكابس عندنا بتبقى ماركة شانج تيان. شانج تيان متخصصة بس في المكابس وشغل الطباعة بأكمل وجه يعني. طبعا المكبس ده بيبقى فيه منه 3 مقاسات. بيبقى أول مقاس 40 سم في 40 سم، وبعد كده تاني مقاس اللي هو معروض ده 40 في 60، وأكبر مقاس 40 في 80. المكبس طبعا بقدر اتحكم في الحراره بتاعته وبقدر اتحكم في الوقت. كل الفكره ان المكبس حراري. انا بجيب الطبعه بتاعتي او الرسمه على ورق ترانسفير، وهو بالحراره بينزلها لي على القماش او على التيشيرت او على ايا كان. وللاسف لما وصلنا لحد الطبعه لقيت خلاص المساحه خلصت وانا بصور، فان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هيبقى باذن الله عن سنجر بقى اللي هي الصنصير ومقصات الخياطه، وانتظروا ان شاء الله الفيديو القادم. ودي طبعا ارقام التواصل مع المعرض لاي استفسار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.